زهقت من المينوكسيديل ومتخيل ان زراعة الشعر هي الحل السحري اللي هيطلع لك شعر في يوم وليلة. لو فاكر انك لما تعمل عملية زراعة شعر هتنام وتصحى تاني يوم بشعر زي ما الحاج متولي سافر اسكندرية ورجع الحلقة اللي وراها شعره مالي راسه، فانت محتاج تسمع الحقيقة اللي محدش بيقولها. اهلا بيكم، أنا دكتور أيمن، والنهاردة هكشف لك أسرار عملية زراعة الشعر من ناحية علمية هتغير نظرتك تماما، والأهم إزاي تاخد أفضل نتيجة من غير لف وتدوير كتير عشان ما تبقاش زي أستاذ جميل اللي مقتنع إنه مش جميل. ده يا سيدي أستاذ جميل العريس اللي فرحه كمان كام شهر دخل عليا العيادة فجأة متعصب وبيقول الحقني يا دكتور الجوازة بتبوظ مني. أستاذ جميل شاب في أواخر الثلاثينات، مشكلته بدأت لما خطيبته بصت له في يوم من الأيام وقالت له أنت شعرك بدأ يقع زيادة عن اللزوم، شكلك هتتقرع زي باباك. طب وليه الغلط ده بس يا أستاذ سلوى؟ أستاذ جميل زي أي راجل مصري برغم إن كلهم صلع، ولكن لما شعرهم بيبدأ يقع بيتخضوا، بس للأسف الخضة دي ما خلتوش ياخد أي خطوات إيجابية وطنش الموضوع كالعادة، وفضل يوم ورا التاني شعره يقع أكتر وأكتر لحد ما بقى فيه أماكن كاملة من فروة راسه فاضية. علشان الأستاذة سلوى تتدخل في القصة تاني وتقول له جميل أنت لازم تحط حاجة لشعرك، وعشان أنا خطيبتك وبحبك جبت لك الحل المثالي، بنت عمي جربته وجاب نتيجة، المينوكسيديل هتستعمله شهرين بس وخلاص على كده هتلاقي الشعر طلع على اخره. وعشان طبعا خطيبتك احسن من اي دكتور وبتفهم اكتر مننا كلنا، استاذ جميل سمع كلامها ونفذ علاج استاذة سلوى بحذافيره، واستمر على المينوكسيديل لمدة 4 شهور، وفعلا شعره بدأ ينبت ويتقل تاني، لكن بعدها وقفه باعتبار ان هو كده خلاص بقى خف والشعر طلع وبقى زي الفل، فرجع شعره يقع تاني والفراغات زادت اكتر. الحقيقه ان استاذ جميل ما يعرفش الطريقه الصحيحه لاستخدام المينوكسيديل، وان الطريقه دي بتختلف على حسب سبب استخدامه، وده اللي انا اتكلمت عنه بالتفصيل في فيديو خرافات عن المينوكسيديل هسيبه لك هنا. بعد الصدمه اللي خدها استاذ جميل في العلاج بدا يخاف ويفكر ان كده الجوازه باظت، ولكن ظهرت لنا استاذه سلوى خطيبته بعبقريتها الفذه للمره الثانيه وقالت له جميل الفرح كمان كام شهر، انت لازم تزرع شعر. والله انا رأيي ان استاذ جميل يعني محتاج يعيد التفكير في العروسة بصراحة، انا بهدي النفوس. ولكن استاذ جميل المرة دي خد موقف واتعلم من اخطاء الماضي وقرر انه يدور على النت على دكتور جلدية يعمل له زراعة شعر زي ما خطيبته قالت له. امال انت فاكر ان هو هيزعل استاذة سلوى مثلا؟ ولما عمل سيرش عن احسن دكتور جلدية في مصر والوطن العربي ظهرت له فيديوهات العبد لله، وبعد ما اتفرج عليها واتاكد من عظمتها، انا ما بحبش اتكلم عن نفسي هو اللي قال كده، قرر يجي لي العياده بالسيناريو اللي حكيته لك في الاول. طب يا استاذ جميل تعالى نتعرف على عمليه زراعه الشعر. وايوه هي عمليه جراحيه مش اختراع سحري ولا حاجه. عمليه زراعه الشعر واللي بتعرف طبيا بالفوليكولار يونت ترانسبلانتيشن بتعتمد على نقل بصيلات الشعر او الهير فوليكلز من الاماكن اللي الشعر فيها غزير ومقاوم للصلع الوراثي، ودي اللي بنسميها الدونر اريا او المنطقه المانحه، الى مناطق الصلع او الفراغات، ودي اللي بنسميها ريسيبيانت اريا او المنطقه المستقبله. يعني بناخد الحلو من هنا اهو ونحطه هنا اهو. هنا هو ده بقى اللي هو ايه الدونر اريا او المنطقه اللي فيها شعر غزير مش بيتاثر بالصلع الوراثي، فنقوم حاطينه في هنا هو بقى اللي هو شعر خفيف ووقع من الصلع الوراثي. تمام فهمتها؟ طب هي البصيلات دي عباره عن ايه يا دكتور؟ وتتاخد من اي حته والسلام؟ لا يا استاذ جميل ما انا فهمتك، البصيلات دي خلايا حيه وبتتاخد من اماكن بتكون مقاومه للصلع الوراثي، هنعرفها قدام شويه، وده اللي بيخليها تعيش فتره اطول. لكن لازم تفهم ان هي عمليه نقل شعر مش زراعه جديده، يعني مش بنرش تقاوي في فروه راسك فينبت لنا شعر جديد من الهواء، احنا بناخد منك فيك السبلاي اللي عندك، لو مش هيكفي مش هينفع، وهنفهم ازاي نعرف الكلام ده بالتفصيل. مش مهم يا دكتور ازرع لي شعر برضو ارجوك. وبعدين معاك يا استاذ جميل انت مصر تستعجلني وانت لسه مش فاهم ان مش كل الناس مرشحين مناسبين لزراعة الشعر، يعني ممكن نعمل العملية وبرضو تفشل.
طبعا زراعة الشعر ممكن تفشل، عشان كده في 5 أسئلة مهمة جدا بناء على إجاباتها بنقرر إذا كان المريض ينفع يعمل زراعة ولا لا. السؤال الأول هو عندك كام سنة، وهل في حد في العيلة عنده صلع وراثي ولا لا؟ عندي 37 سنة يا دكتور والعيلة كلها قرع. تمام. وانا والله يا استاذ جميل عندي كلهم قرع. كلهم يا دكتور؟ ولا واحد بشعر وحياتك. ما علينا، كده هنحط اول علامة صح على اجابة السؤال الاول، وتعال اقول لك ليه. بناء على ان العيلة عندها صلع وراثي وشعرك انت كمان بدأ يقع، فغالبا انت كمان مصاب بالصلع الوراثي. كمان السن مهم، لان لو عملنا العملية في بداية العشرينات مثلا انت معرض ان شعرك يستمر في التساقط اكتر بعد العملية. ولكن عشان استاذ جميل بطل قصتنا في اواخر الثلاثينات، فدي علامة كويسة ان نتائج العملية ممكن تكون كويسة ومرضية لحالته. وبعد ما نجح في السؤال الاول لازم ندخل على السؤال الثاني. من اهم الحاجات اللي لازم نسأل عنها قبل عملية زراعة الشعر، هل جربت العلاج الطبي اللي هو المينوكسيديل وجاب نتيجة ولا لا؟ بصراحة يا دكتور هو جاب نتيجة، بس انا وقفته والشعر رجع يقع تاني. بناء على الاجابة دي وطريقة استخدام المينوكسيديل في الفترة اللي استخدمها استاذ جميل، قررت ان انا اديله علامة الصح الثانية في الاسئلة اللي بنسألها قبل عملية الزراعة. عشان انت لو جربت العلاج الطبي وجاب نتيجة، فاحتمالية ان زراعة الشعر تجيب نتيجة بتكون عالية جدا. ازاي نتواصل معاك يا دكتور ايمن؟ من اكتر الاسئلة اللي بتسألها ازاي نتواصل معاك يا دكتور ايمن، او ازاي اكشف معاك يا دكتور ايمن وانت في اسكندرية وانا بره اسكندرية او بره مصر اصلا. عملت لك نظام للكشف والمتابعة اونلاين مخصوص علشان اقدر اساعدك. النظام ده انا اللي عملته بنفسي عشان يضمن دقة التشخيص والعلاج، وبرضه يحتوي على متابعة 24 ساعة على الواتساب مع العبد لله شخصيا. وكل اللي محتاج تعمله انك تبعت لي رسالة على الرقم اللي هيظهر على الشاشة ده على الواتساب، وهرد عليك بنفسي علشان اقول لك التفاصيل، وربنا يقدرني واساعدك. نيجي بقى للسؤال الثالث والرابع اللي هم مش اسئلة قوي، انا هبص على راس استاذ جميل عشان اشوف شوية حاجات مهمة. ضروري قبل عملية زراعة الشعر نبص على مؤخرة الراس اللي هي القفا لا مؤاخذة، لان هي المنطقة اللي بنستخدمها كدونر اريا في اغلب الحالات، او المنطقة المانحة اللي بتتاخد منها بصيلات الشعر اللي هتتزرع في الفراغات اللي موجودة. فكل ما كان سمك وكثافة الشعر في المنطقة دي اكتر، كل ما كانت نتائج العملية احسن واحسن. ولما بصيت على استاذ جميل اديت له الصح رقم 3، لان المنطقة دي كانت عنده غزيرة وفيها خير كتير نقدر ناخد منه. اما النقطة الرابعة هي اني ابص على منطقة الصلع الوراثي نفسه. لازم قبل زراعة الشعر نبص على منطقة الصلع نفسه ونقيمها على مقياس نورود او النورود سكيل، وهو المقياس اللي بنحدد على اساسه درجة الصلع الوراثي. فلو كانت 2 او اقل يفضل ان احنا نبدأ بالعلاج الطبي مش بالزراعة، ولو الدرجة من 3 ل 5 فانت كده مرشح جيد لعملية زراعة الشعر. اما بقى للأسف لو كنت رقم 6 او 7 فنتائج العملية في الاغلب مش هتكون في صالحك، زي حالاتي كده. انا ما ينفعش معايا زراعة، هنغطي ايه ولا ايه؟ لا انا مش زعلان، الموضوع مش مؤثر على نفسيتي خالص. انا الناس بتقول لي ان انا شبه فان ديزل. ما علينا. المهم لما فحصت استاذ جميل فحص دقيق اديته علامة صح رقم 4، لان الصلع الوراثي كان عنده من الدرجة الرابعة على مقياس نورود. والسؤال الخامس والاخير، ايه توقعاتك لعملية زراعة الشعر؟ هيبقى عندي شعر وارجع جميل؟ للأسف هنا لازم نحط لك علامة اكس حمرا كده، مش صح بقى زي كل الأسئلة اللي فاتت، لأن المريض لازم يفهم إن النتيجة مش بتظهر بالسرعة اللي هو متوقعها. فاسمح لي يا أستاذ جميل إن أنا أشرح لك الموضوع وأسألك السؤال تاني، إمتى هنشوف نتائج من عملية زراعة الشعر؟ تعال أصدمك وأقول لك إن زراعة الشعر مش بتجيب نتيجة فورية. أول شهر بعد العملية متوقع إن الشعر اللي اتنقل كله يقع بسبب حاجة اسمها صدمة الجراحة أو الشوك لوس. ده بيحصل بشكل طبيعي لأن البصيلات اللي اتحركت من مكانها بتتعرض لتغيير في البيئة، فالشعر اللي جواها بيخش في مرحلة اسمها التيلوجين فيز أو مرحلة التساقط. فالشعر يقع في الأول وانت تقول الدكتور نصب عليا، فلازم تهدى وتعرف ان هو ده الطبيعي. بعد فترة قصيرة البصيلات اللي اتنقلت بتبدأ تشتغل تاني، والمكنة بتطلع قماش، والشعر الجديد بيبدأ يظهر بعد 4 ل 6 شهور من العملية. الشعر بيكون غالبا رقيق في البداية لأن
ان هو لسه في بداية الاناجين فيز، وبعد وقت شوية بيبدأ يزيد سمكه وكثافته، عشان بعد 12 شهر تقريبا تشوف النتيجة اللي انت بتحلم بيها. يعني لازم شوية صبر علشان تشوف تحسن ملحوظ في الشكل النهائي لشعرك بعد عملية الزراعة. يعني لو كنت متوقع انك هتخش العياده من غير شعر وتطلع من العياده بشعر، فاحسن لك ما تعملش العمليه وتوفر فلوسك يا معلم. كده يا استاذ جميل اقدر اسالك السؤال تاني وترد عليا صح؟ يا دكتور فهمت. كده مبروك عليك 5 من 5. وبالفعل حددنا الاستاذ جميل ميعاد العمليه، وهو خارج من العمليات كان لازم اكد له ان بعد الزراعه الشغل الحقيقي بيبدا عشان نحافظ على النتيجه، وبالتالي لازم ناخد بالنا من 3 حاجات مهمه. اول حاجه الادويه، لازم نستخدم ادويه الصلع الوراثي زي المينوكسيديل والفينسترايد علشان الشعر اللي اتزرع يستمر في النمو وكثافته تزيد، والشعر القديم ما يستمرش في السقوط فبالتالي يأثر على شكل الراس. تاني حاجة جلسات البلازما والميزوثيرابي، يعني جلسات بتساعد على تنشيط فروة الراس وتحفيز نمو الشعر عن طريق مادة بتكون في الصفائح الدموية اللي موجودة في البلازما أو موجودة في بعض أدوية الميزوثيرابي بشكل مصنع اسمها جروث فاكتور أو عامل محفز للنمو، علشان تفضل تدلع شعرك لحد ما يبقى في أحسن حالاته. تالت حاجة العناية بفروة الرأس، يعني خلي بالك من شعرك اللي صرفت عليه كتير، ما تتعرضش لشمس شديدة مباشرة على فروة الراس، وما تحطش منتجات أو كيماويات ضارة على الفروة علشان ما تأثرش على كثافة الشعر بعد كده. خلي فروة راسك دايما صحية ونظيفة. والأسباب اللي ممكن تضعف الشعر دي أنا اتكلمت عنها بالتفصيل في فيديو أسباب الصلع المبكر، هحطه لك هنا اهو. اتفقنا يا أستاذ جميل؟ اتفقنا يا دكتور. دخل عليا استاذ جميل والشعر على راسه حاجه تفرح وتدعو للفخر كده، وكان معاه استاذه سلوى اللي بدات الحدوته، وبيقول لي دي سلوى مراتي اللي بفضل حضرتك بعد ربنا فرحنا ما بصش. طبعا يا معلم انت سامع الحدوته دي وهتقوم بقى تحجز ميعاد عمليه زراعه الشعر دلوقتي حالا، انا فاهم. الاول في حقيقه لازم تعرفها كويس، زراعه الشعر مش حل نهائي، مش هتريحك تماما من كل حاجه، لازم هتستخدم علاج بعدها، لان الشعر اللي مزروع اي نعم مش بيتاثر بالداي هيدروتستوستيرون اللي هو الصوره النشيطه من هرمون التستوستيرون اللي بتمسك في بصيله الشعر وتوقعه، فالشعر اللي مزروع ما فيهوش المستقبلات بتاعه الهرمون ده، وانا شرحت بالتفصيل الميكانيزم بتاع الصلع الوراثي وازاي بيتنقل في الفيديو ده، اتفرج عليه. وبالتالي الشعر المزروع غالبا مش هيقع، ولكن الشعر القديم اللي موجود في راسك ومليها لسه هيتاثر بالصلع الوراثي مع الوقت وممكن يقع. ففي الاخر لو ما عالجتش شعرك وحميته من التساقط هتلاقي نفسك فاضل لك شويه شعر اللي هم اتزرعوا وبقيت راسك فاضيه. عشان كده لازم تلتزم على العلاج علشان تحافظ على الشعر القديم والشعر الجديد والنتيجه تفضل حلوه وتفضل مبسوط. من الاخر اللي حابب اقوله من الفيديو ده ان عملية زراعة الشعر عملية فعالة جدا واوبشن متاح لحالات كتير، ولكنها مش معجزة ومش سحر، ولازم تدخلها بتوقعات منطقية وتكون مستعد للالتزام بالعلاج بعد العملية عشان ما تضيعش مجهودك وفلوسك على الفاضي. وبعد ما تجاوب على ال5 اسئلة اللي سألناهم لأستاذ جميل، اسأل نفسك السؤال السادس: هل انت مستعد انك تلتزم بالعلاج عشان تحافظ على النتيجة؟ وانت بتفكر بقى حاول تعرف اكتر عن ادوية الصلع الوراثي، هسيب لك هنا مينوكسيديل وهنا فينسترايد، واشترك على القناة عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية اول باول. انا دكتور ايمن، بتمنى دايما اشوفكم على خير. خد عندك كومنتات بقى. باب النجار مخلع، طب وانت ما عملتش ليه يا دكتور؟ يا انا حلو كده يا ابني، انت ما خليك في شعرك، انا مبسوط كده. انا محتاج تبعد علشان تشوف الصورة الكبيرة، بس انا مش شايف حاجة برضو. هنصور وزي ما تطلع. اسلاك ياما. قلتها. مش عارف ليه في جمل كده بتقف في زوري ليه، مش عارف ليه طلعت مني سلوى مايسة قوي كده. يعني ممكن نعمل العملية وبرضه تفشل؟ انا بص، جميل وسلوى دول مش عارف ليه في دماغي كده طالعين ان هم كابل ملزق، او الشوكلوس، انا مش عارف انطقها، مش عارف انطق انجليزي، او الشوكلوس.